حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم؟ صباح الخير عليكم. الاول بصوا، انا الحمد لله القطه اهي خرجت بقى من الشقه. بصوا بعد تالت يوم، شايفين اهي؟ بصوا خرجتها كده على السلم بعيد شويه عن الباب وحطيت لها الفرشه القماشه دي تقعد عليها كده، وولادها هم شايفين صغننين قوي ازاي. بس كده الحمد لله ان انا خلصت بقى من اللي هي كانت عاملاه جوه عندي في الشقه. فبس ربنا يعيني بقى على اللي هنضفه جوه وهروقه. بصوا انا حاطه لها اكل اهو هنا وميه. تعالوا بقى اوريكم اللي مستنيني جوه. بصوا بقى كده، استنوا بس اقفل الباب الاول ما تدخلش تاني. بصوا طبعا الاوضه مقلوبه زي ما انتوا شايفين كده، فهنعمل بقى فيها روتين جامد. هي جت كده بقى حظي. هشقلب الدنيا دي كلها وهخرج الانتريه ده بره واشيل كل ده، والسجاد ده برضو عندي هنا اهو برماه وشايلاه. كل ده نضيف. بس هخرج بقى الانتريه كله وهشيل الفرش ده اغسله واشيل اللعب والحاجات بتاع الكنز دي. يلا بينا بقى ندخل كده على الشغل الجامد. هنشوف هنعمل ايه في الاوضه مع بعض. انا هنضفها هنا. بصوا يعني من السقف لحد الحيطه لحد الارض. بصوا شايفين كده؟ دي اول خض اهو، شايفين؟ دي كانت حته عظمه كده بتاعت حته فرخه كنت حطها لها، فانا افتكرتها ان هي كلت واحده برضو من عيالها وده الباقي العظم بتاع جسمها يعني. فطبعا النمل اتلم عليها وبهدلت الدنيا. بصوا بقى يا حبايبي، انا في كلمتين كده عايزه اقولهم على الكومنتات اللي جات لي في الفيديو اللي فات. بس قبل ما اقولهم هفهمكم الاول احنا هنعمل ايه. بصوا انا هنا كده خرجت كل بقيه الانتريه، يعني الكرسيين بره، عشان بس اوسع على نفسي في الاوضه كده، ووقفت الكنب على يعني لحد فوق لحد السقف. ما قدرتش بقى ان انا اخرجه من باب الاوضه وكده عشان كنت هتعب من قبل ما ابدا. فبس اديتها كنسه كده. وده اللي في الارض ده زي ما قلت لكم حته العظمه بقيه الفراخ اللي انا كنت حطاها لها. وهتشوفوا بقى النمل عامل فيا ايه. اتلم قد ايه في الاوضه هنا. بصوا شايفين عامل؟ بصوا صف كده لحد السقف. شايفين قد ايه؟ كل ده يا جماعه حصل لي بسبب ان انا خليت القطه عندي. ف بصوا بقى، الناس اللي ظلمتني وقالت لي انتي حرام، انتي بتطرديها وبتضربيها وهي قاعدة عندك بتولد سيبيها. بصوا يا جماعة، انتوا فهمتوا غلط. انا القطة دي اول حاجة كده انا كنت بفتح باب الشقة، كانت ولدت اصلا واحدة برا على السلم. فوانا بفتح الباب دخلت تجري على جوه عشان تكمل ولادتها جوه. فهي ولدت واحدة صغيرة برا وسابتها على الباب حوالي اكتر من ساعة. انا بقى في الفيديو اللي فات كنت انا نفسي انا اللي خايفة، يعني مش انا اللي بخوفها، انا اللي كنت مرعوبة. انا كنت بحاول ان انا هشها كده بالمشاية باسمها ايه، بالمكنسة، عشان تقوم بس تاخد اللي اتولدت برا تاخدها جوه معاها. مش ان انا بهشها مثلا بخرجها، هي كانت لسه قاعدة ما ولدتش تاني، فكنت عايزاها تخرج تجيب اللي هي اتولدت برا. ف كان في كمان قط كده كبير واقف بره، كل ما افتح الباب الاقيه بيقرب على الصغيره اللي بره. فانا كنت خايفه ان هو ياكلها او ان هي تموت مثلا لوحدها. بس فهو ده كان كل اللي هاممني، ان انا عايزاها تخرج تجيب بنتها بره او تطلع تكمل ولادتها بره. لكن انا والله ما ضربتهاش ولا عملت لها حاجه، يعني انا عارفه ان حرام برضو، دي روح وحيوان اكيد برضو بيتألم وبيتوجع. فانتوا فهمتوا غلط خالص والله. وانتوا هتشوفوا من اللي انا هعمله في الفيديو ده، انا يعني لو انا وحشة او كنت عايزة اطردها او كده، هتشوفوا التعب اللي انا هتعبه في الأوضة قد ايه. فما كنتش هسيبها، يعني عندي 3 ايام في الشقة. وبعدين كمان انا عندي زين لسه بيبي عنده سنة، ويعني لسه بيزحف على الارض. انتوا عارفين بقى طفل بيزحف، يعني بصوا اي حاجة في الارض بياخدها يحطها على طول في بقه، وايده دي اللي على طول في الارض برضو ايده في بقه على طول. فانا كنت ممكن اخاف عليه من كده او اطردها او اضربها زي ما انتوا قلتوا، بس انا لا يا حبايبي، انا سبتها عندي 3 ايام بس. فيا رب تكونوا فهمتوا قصدي، ان انا والله ما كنتش بضربها ولا حاجة.
وبصوا شايفين انا خدت كام خضة. بصوا شايفين الحيطة بتنزل ايه. عايزه اقول لكم الاوضه دي جننتني والله العظيم، وانا بعملها انا واقفه بعمل ولسه حاسه برضو ان هي موجوده في الشقه، او حاسه ان انا هلاقي واحده كده من ولادها الصغيرين دول تحت رجلي. بس يا حبايبي، يا رب اكون كده وضحت لكم انا قصدي ايه وانا كنت بعمل ايه. انا طول الفيديو بقول لها اطلعي بره وكملي بره، مش قصدي ان هي ان انا متضايقه منها ولا حاجه، لا انا عارفه ان يمكن دي تكون سبب في حاجه خير ليا ولا حاجه. عايزه اقول لكم اصلا ان القطه دي آه هي شكلها قطة بيت مش بتاعت شارع، يعني شكلها حد مشيها من بيته او كده، فجت هنا عندي فجأة لقيناها في البيت عندنا هنا طالعة نازلة بقى على السلم قدامي. والله العظيم عايزة اقول لكم يعني بصوا يعني تقريبا جوزي كده عامل لها مصروف والله للاكل ليها لوحدها، يوميا كده بيجي من الشغل بالاكل جايب لها اكل، وقبل ما ينزل برضو الصبح هي بصوا عرفت ميعاده تيجي تنونو من قبل ما هو يكون خلاص خارج على باب الشقة، فبيروح حاطط لها اكل برضو على السلم والمية بتاعتها. بس كده خلاص. المهم بقى هقول لكم انا هنا بعمل ايه. انا طبعا يعني بصراحة جات لي قرفة قوي من الأوضة، وهي عملت ريحة وحشة جدا في الأوضة وفي الشقة كلها، بصوا انتشرت كده. فانا بدأت اول حاجة غسلت الشباك، رغم ان هي ما جاتش ناحية الشباك، بس انا يعني بصوا خلاص بقى انا حاسه ان هي اي مكان لمسته انا لازم يجي عليه ميه وكلور وديتول وكده. فهنا بقى انتوا هتلاقوني متوصيه بالمكان ده شويه. شايفين اللي هي الوزره السيراميك دي، هي كانت زنقه نفسها بقى كده فيها وهي بتولد، فالمكان ده كله كان عليه الدم بتاعها يعني. بس لبست كده جوانتي وحطيت بقى كلور وحطيت اوكسي في المية دي، وفضلت بقى ادعكها كده بالسلك، ونضفت الشباك زي ما قلت لكم، وخلاص كده ايه الجلافز ده يترمي مش هينفع استخدمه تاني. عملت الحيطة كمان كلها برضو بكلور عشان النمل بقى وعشان اي حاجة. يلا تنظيفة كده بالمرة ايه يعني. هي بصوا القطة جت عملت معايا الصح. بس هنا بقى ايه حطيت برضو ديتول على الارض، وحطيت اوكسجين، وخدتها مسحة حلوة كده بالشرشوبة. شايفين انا بقى ما كنتش هرتاح الا لما اشوف كده المنظر ده قدامي. يعني عايزه اقول لكم بقى يعني بصوا بجد كومنتات والله العظيم تزعل الواحد، يعني الواحد بيكون عامل خير وبيتقلب عليه شر او يسمع كلمتين يضايقوه ويزعلوه. في حد كان كاتب لي ان عدمت الرحمه من قلوب الناس. طب انا عملت ايه يعني؟ انا ما عملتش حاجه غير ان انا كنت بحط لها اكل، كل همي ان هي تخرج تاخد اللي بره معاها. وعارفين في الاخر انا عملت ايه؟ والله يعني كنت بعمل الحركه دي وانا يعني بموت كده من جوايا. جبت جاروف ورحت شايله الصغيره خالص دي من بره، دخلتها لها جوه جنبها عشان ترضعها او تحميها او كده، وتنضف بقى اللي بيكون عليها من بره دي. وبعد برضو ما عملت كده فضلت تزق فيها وخلاص هي مش معترفة بيها بقى عشان ما اتولدتش جنبها من الاول. فهي دي برضو اللي في الاخر سابتها وماتت. فبس مش عارفة بصراحة يعني كومنتات غريبة بقى من النوع ده. في برضو حد كتب لي عشان انا بقول اني حرام يعني القطة بتعمل صوت غريب، انا صعبانة عليا والله. حد كتب لي انتي اللي غريبة. طب انا غريبة في ايه؟ انا القطة صعبانة عليا. فمش عارفة بصراحة. المهم بقى هنا ايه كنت تعبت جدا، فقلت ايه اخد شوية كده من مشروب الطاقة ده، وفي الاخر يعني ما بيعملش حاجة، هو طعمه حلو بس. خلصت بقى غسلت الكنبة بتاعة الانتريه بالفرشة اللي هي الناعمة دي. يعني غسيل كده على الناشف، وفتحت المروحة بقى على الكراسي وكده وعلى الكنبة، وهتنشف على طول. اليوم ده كانت الشمس حلوة. وهنا بقى اللي هي الشلتات دي حطيت عليها البخاخة اللي كانت في ايدي دي، كان فيها مية ديتول اللي هو الاصلي يعني المركز، مش اللي هو السايب. هي ما جاتش ناحية فوق الكنب يعني وكده، هي كانت قاعدة بس في الجنب كده. فانا خايفة بقى خلاص اللي هو
انا بس عشان عندي اطفال فخايفة يتنقل لهم اي عدوى او حاجة، وخصوصا كمان ان هي يعني عايشة على السلم بره وبتنزل الشارع وكده. بس طبعا كل ده بقى شلت اللي هو البياضات دي، غسلتها اول حاجة و... واتنشرت. قلت عشان اخلص بقى الاوضه دي كلها كده في يوم واحد، عشان بصوا كان معمول لي والله حظر تجول في الشقه. انا كان اخري اوضه النوم، واقوم مثلا ادخل المطبخ او الحمام او كده وخلاص، وبناكل وبنشرب وعايشين جوه في اوضه النوم، ما بنخرجش بره خالص. يعني هي كانت محتله الشقه. بس الحمد لله يعني. يلا انا قلت برضو زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ثواب و يا حرام يعني ان انا اعذبها او اعمل فيها حاجه زي ما انتوا افتكرتوا كده. مش كلكم طبعا، في منكم ناس كتير كويسين وفاهمين، بس الناس التانية بقى اللي هم ايه بيحبوا يسوء الظن دول عارفينهم. آه بس كده. هنا كنت خلاص بقى بعد ما مسحت والحيطة بقت تمام والشباك بقى فلة، والأوضة بقى كان طالع منها ريحة جميلة، ريحة نظافة كده وتعقيم. بصوا كأنها لسه جديدة كل حاجة فيها. خلصت الفرش اهو على الكراسي، وحطيت المخدات دي، ودي برضو بتاعت الستارة غسلتها. هنا بقى في الارض بعد ما كنت مسحه بالديتول، مكان رجلي بقى مكان ما عديت وكده، هو طبعا ورا الكراسي والكنب انتوا شفتوا. فقلت اخر حاجه بقى كده ايه تلميعه كده بالفينيك، عشان اما احط السجاد ما يبقاش فيه مطرح رجلي بقى ما كنت بعدي وكده اي حاجه. شايفين الارض بقت فله ازاي. هنا بقى ايه، احنا طبعا في الصيف انتوا عارفين والدنيا حر، وانا بحب امسح كل شويه، فقلت هفرش كده حاجات خفيفه. ودي الترابيزه اهي خلاص دخلتها والله. يعني بصوا مش مصدقه ان خلاص الاوضه هتتفرش وترجع زي ما كانت نضيفه. الدنيا بره كانت خربانه، الترابيزه دي بره وحاجات كتيره على بعض ولعب، وبصوا كان مهرجان بره في الصاله. خلصت بقى خلاص كده، لمعت الترابيزه اهو، حطيت المفرش بتاعها ده برضو كنت غسلاه. وبس كده. خدت كمان الباب كده تلميع معايا وكده خلاص. ما كانش فاضل غير ان انا اعطر الاوضه، وهي ما كانتش محتاجه اصلا كده كده. يعني ريحتها كانت جميله، وبصوا الهوا داخل ازاي. سبتها بقى قلت انا مش هقفل دلوقتي، خليها الشمس داخله كده والشكل حلو قوي. فبس رشيت بقى معطر اللي هو الفريده اللي انا بحط عليه ميه ده، جميل قوي وريحته بتثبت وبيدي ريحه انتعاش كده. بس يا حبايبي ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون وضحت لكم للناس اللي فهموا غلط. اتمنى تكونوا فهمتوا يعني انا كنت بعمل ايه. واستنوا بقى الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم على خير يا حبايبي، ويلا مع السلامه.